ازيكم ابطال تالتة اعدادي؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنبتدي في سلسله شرح وحل لجرامر الترم الثاني تالتة اعدادي. بالنسبه طبعا كل حصه هتلاقيني بسيب لك الملزمه بتاعتها في الديسكريبشن تحت. حلو كده. الملزمه دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن شرح زائد اكسرسايزز، تدريبات على الشرح اللي احنا هنشرحه. طيب يا مستر، بالنسبه للشرح والحل هل ده هيغنينا عن الحل في الكتب الخارجيه؟ ليه؟ لان انا جامع لك كشرح او كتدريبات، جامع لك ميكس كده ما بين المعاصر وجيم، ومنقي لك احسن حاجه ومطلع لك يعني شغل عالي قوي قوي قوي. اوعدك ان انت مش هتحتاج ولا ان انت تحل من جيم او من المعاصر. لو انت حليت معايا هتلاقي نفس الاسئله، بس انا منقي لك الافضل هنا والافضل هنا واللي بيجي في الامتحانات. فانا كل اللي عايزك تعمله ان انت تنزل الملزمه، تحمل الملزمه من الديسكريبشن وتركز معايا قوي قوي قوي. كل اسبوع هتلاقيني بنزل لك شرح ليونت الجرامر بتاعه، هنشرح وهنحل، لا تقلق من اي شيء. يلا بينا نبتدي على طول عشان ما نضيعش وقت. معاك مستر بنوب، وما تنساش تعمل سبسكرايب على انجلش بوست. يلا بينا نبتدي. يونت 7 بيتكلم عندنا على الباست هابتس. ايه هي الباست هابتس ويعني ايه عادات الماضي؟ احنا طبعا كنا درسنا قبل كده الباست سمبل، حلو كده، وعارفين ان الباست سمبل ده بيعبر عن action started and ended in the past، بدأ وانتهى في الماضي. ده كله احنا عارفين، تمام. ايه علاقة يا مستر used to بالباست سمبل؟ هو used to طبعا used to بتيجي بمعنيين. اول معنى بمعنى اعتاد على، وهو ده درسنا النهارده. طبعا ليها معنى تاني بمعنى يستخدم ليه، ده مش علينا دلوقتي عشان ما اوجعلكش دماغك، فخلينا نركز قوي كده. اول حاجه بيقول لي used to for past habits، فعادات في الماضي. طيب معناها ايه يعني؟ بص كده ركز معايا. بيقول لك we use used to plus infinitive. بنستخدم used to وبعديها الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر. امتى؟ to talk about past habits، لما نكون بنتكلم عن عادات فين؟ في الماضي. that were true in the past، كانت حقيقة في الماضي but are no longer true now، لكن ما بقيناش نعملها دلوقتي. أنا كنت معتاد على مثلا الصحيان بدري، لكن دلوقتي بصحى متأخر. اللي كان بيحصل زمان أنا بعمل عكسه دلوقتي، وهي دي used to، اعتاد على فعل شيء في الماضي لم يعد يفعله الآن. خلاص كده؟ يبقى used to اللي عندنا لازم تكون عارف استخدامها كويس جدا. هو اعتاد على فعل شيء في الماضي لم يعد يفعله الآن. طيب أنا مطلوب مني إيه؟ أول حاجة مطلوب منك إن أنت تكون جملة عادية خالص، سنتنس عادية خالص، جملة خبرية عادية جدا بused to. مطلوب منك إن أنت تكون جملة منفية نيجاتيف، حلو كده؟ تعرف ازاي تنفي باستخدام used to. تالت حاجة مطلوب منك ان انت تعرف تسأل ازاي بused to الكويستشن. بس كده، تمام كده؟ طيب يلا بينا. اول حاجة الفورميشن، التكوين، الافيرماتيف ستيتمنتس اللي هي الجملة الخبرية المثبتة. واحدة واحدة. اول حاجة احنا بنبتدي بالسبجكت، بالفاعل، بعد كده يليه used to، وبعد كده الفعل في المصدر. متهيألي ما فيهاش اي حاجة خالص. تعال نشوف واحدة واحدة كده. بيقول لي اهو I used to eat. I ده السبجكت الفاعل، بعد كده جبنا مين؟ used to، بعد كده eat ده الفعل فين؟ في المصدر. بس كده. يعني ايه الفعل في المصدر؟ يعني مثلا الفعل في المصدر eat، التصريف الثاني منه ايه؟ ate، التصريف الثالث eaten. فانا عايز الفعل فين؟ في المصدر. I used to eat a lot of sweets when I was a child. انا كنت معتاد ان انا اكل حلويات كتير قوي لما كنت صغير. طب دلوقتي ما باكلش. تمام؟ انا كل اللي يهمني ان انا اعرفه دلوقتي ايه؟ ان انا ببتدي بالفاعل، بعد كده used to، وبعد كده الفعل فين؟ في المصدر. حلو كده؟ مش فاهم مصر؟ هقول لك بالعربي تحولها لي انجلش. عايز اقول انا اعتدت على الاستيقاظ مبكرا، فهقول ايه؟ واحده واحده كده. انا يعني ايه؟ اعتدت على يعني ايه؟ used to. يبقى هقول used to. used to ايه؟ اعتدت على الاستيقاظ مبكرا. طيب واحده واحده. انا قلت لك to هيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. ماشي. عايز اقول الاستيقاظ مبكرا، فعل في المصدر، يبقى get ولا got؟ get. يبقى I used to get up early when I was a child، لما كنت طفل.
فانا اعتدت ان انا استيقظ ايه مبكرا، لكن دلوقتي انا بصحى ايه ليت متاخر. طيب يبقى انا كل اللي هممني ايه هنا؟ ان انا عندي فاعل، بعد كده used to، وبعد كده الفعل فين؟ في المصدر. another example، مثال تاني اهو، بيقول لك ايه؟ عمر used to read، اهو عمر الفاعل subject، بعد كده used to، وبعد كده الفعل فين؟ في المصدر، ما تنساش. وخلي بالك من تو دي لان هيلعبها معاك في الكومبليت. لو انا عندي تو يبقى هختار used. طب ما عنديش تو يبقى هختار used to. خلي بالك هي used to على بعضيها. يبقى اهو الفاعل اللي هو عمر used to read، عمر اعتاد على القراءة، على قراءة ايه؟ novels، الروايات in his free time، في وقت الفراغ الخاص بيه. طيب مفيش فيه اي مشكله، والله كده انا عرفت ازاي اكون جمله خبريه، ببتدي بالفاعل بعد كده يوز تو بعد كده الفعل في المصدر. تاني حاجه اهو نيجاتيف ستيتمنتس، يعني جمله منفيه. طب تعال نشوف كده الجمل المنفيه ازاي نكونها. برضو بنبتدي بالفاعل. امتى ما بنبتديش بالفاعل؟ لو هو سؤال مثلا فما بنبتديش بالفاعل. حلو. طيب او لو الجمله مبنيه للمجهول، طبعا دي قصه ثانيه خالص، لكن في الاثبات او النفي احنا بنبتدي بالفعل عادي جدا. فوي ستارت وذ ذا سبجكت، بنبدا بمين؟ بالفعل. بعد كده احنا فين؟ احنا بنتكلم فين؟ في الباست. طب هو احنا كنا بننفي في الباست سيمبل بايه؟ بديدنت. برضه هننفي بديدنت مع يوزد تو. حلو كده؟ يبقى هنقول subject plus didn't. طيب احنا كنا متعودين didn't كان بيجي بعديها ايه؟ مصدر. يبقى نقول used ولا use؟ لا use. حلو، هتبقى used to عشان didn't. طيب used to اصلا بقى كان بيجي بعديها الفعل فين؟ في المصدر. واحده واحده، مثلا انت لخبطتني ولا اي لخبطه. انا بقول لك هو هتبدا بالسبجكت الفاعل، بعد كده didn't، ودidn't خلي بالك ما بنقولش used بعديها. طالما في didn't لازم نقول used to تاني. طالما في didn't احنا في النيجاتيف في النفي، طالما شفت didn't او انت هتستخدم didn't يبقى لازم تقول used ولا use. فهتقول used to، وبعد كده بيجيب الفعل فين؟ في المصدر. تعال نشوف كده example مثال. بيقول لي هنا my dad didn't used to drive across the desert when he was younger. يعني والدي ما كانش بيسوق في الصحراء لما كان صغير في السن، لما كان اصغر. طيب يبقى دلوقتي هو بيعمل ايه؟ بيسوق. طب تعالى كده نشوف my dad هو ده السبجكت، بعد كده didn't اهي، بعد كده use ولا used هنا بقى؟ خدت بالك؟ قال لي used to مش used to، يبقى used to عشان انا عندي didn't. بعد كده drive ده الفعل فين؟ في المصدر. يبقى والدي لم يعتاد على في الماضي، يبقى هنفي بديدنت زي ما قلنا. يبقى خلاص بقى احنا حفظنا، بنبدا بالفاعل didn't used to مصدر، فاعل didn't used to المصدر، فاعل didn't used to مصدر، فاعل didn't used to مصدر، فاعل didn't used to مصدر، فاعل didn't used to مصدر. طب معلش كده قول لي هو احنا كنا بنكون الجمله الخبريه ازاي؟ يلا برافو عليك. subject plus used to plus infinitive، مش محتاجه حاجه. subject used to infinitive اهي. subject فاعل used to infinitive، subject used to infinitive، subject used to infinitive. طيب في النيجاتيف في النفي subject didn't used to المصدر، subject didn't used to المصدر، subject didn't used to المصدر اللي هو الانفينيتيف. خلاص؟ طيب another example، she didn't used to drink tea، ما كانتش معتادة على شرب الايه؟ الشاي، لكن دلوقتي لا بتشرب شاي. حلو، يبقى هنقول ايه؟ شي اللي هي الفاعل، برافو عليك. بعد كده هنضيف مين؟ didn't عشان ننفي، وطالما في didn't يبقى هنجيب use ولا used؟ use، يبقى نقول used to. يبقى she didn't used to تشرب اللي هي ايه؟ drink ولا drunk؟ لا drink. ليه؟ الفعل في المصدر، بعد كده ايه؟ تي المفعول. حلو قوي كده انا عرفت النيجاتيف بيبقى ازاي. طيب نيجي للكويستشن الاستفهام. طبعا انا عندي اي سؤال بيتجزأ لنوعين. اول نوع اللي هو السؤال بيس اور نو كويستشن، بهل. ده السؤال بهل، يس او نو، اللي هي الاجابه عليه بيس او نو. تمام، ده السؤال بهل. طيب عندي نوع تاني اللي هو الدبليو اتش كويستشن، اللي هو الكويستشن وورد، اللي هو بوات، which، when، who، why، الكلام ده كله. نفس النظام عندنا هنا، عندنا yes or no question
وعندنا WH question نوعين. حلو كده باستخدام used to. ما تتوهش وركز معايا قوي قوي قوي. بص بقى احنا كل ده في الباست سمبل. احنا كل ده فين؟ في الباست سمبل. يعني في الماضي بنتعامل معامله الباست سمبل في كل حاجه. احنا لما جينا ننفي فوق في النيجاتيف استخدمنا ايه؟ didn't. نفس النظام هنا لما هنيجي نسال هنسال بمين؟ بديد. يبقى هنبدا بديد برضو. حلو كده. بعد كده السبجكت did he did she did you. تمام. بعد كده طالما انا عندي هنا did يبقى هقول used ولا used to برضو. نفس النظام انا كان عندي didn't فاستخدمت used to. هنا برضو انا عندي did يبقى برضو هقول ايه؟ يبقى برضو هقول use to مش used to. بعد كده الفعل فين؟ في المصدر. تاني did subject used to والمصدر. did subject used to والمصدر. ده لو انا هسأل. طب تعالى كده نشوف example. did you used to swim when you were a child؟ هو انت كنت معتاد على السباحه لما كنت طفل؟ الاجابه بتاعته هتبقى يا اما yes I did يا اما no I didn't لان السؤال هنا بديد. نعم او لا. طب واحده واحده تعال نشوف التكوين. اول حاجه بدأ بمين؟ بديد. بعد كده يو ده اللي هو الايه؟ السبجكت الفاعل. بعد كده used to اهي عشان انا عندي did فما قلتش used قلت used to. يبقى did والفاعل بعد كده use ايه؟ to. وبعد كده الفعل فين؟ في المصدر اللي هو swim. بس كده شكرا. يبقى did you used to swim هو انت كنت معتاد على السباحة؟ اهو انا بسأل على عادة فين؟ في الماضي. طيب سؤال تاني اقول له did you used to read when you were a child؟ هو انت كنت معتاد على القراءة لما كنت طفل؟ برضو الإجابة هتبقى yes I did أو no I didn't. حلو؟ ليه؟ لأن السؤال بمين؟ بديد. حلو قوي. did أهي بعد كده عندي you اللي هو السبجكت. بعد كده أنا عندي used to اللي هو إيه؟ أهي عشان أنا عندي did هي اعتاد على. بعد كده read ده الفعل فين؟ في المصدر. حلو كده؟ طيب. بعد كده ننتقل للسؤال بأداة استفهام اللي هو ال WH question. حلو قوي. الكويستشن وورد اللي هي what where who when زي ما انا قلت لك اللي هي ادوات الاستفهام انت المفروض تبقى عارفها. طيب هل بتختلف عن السؤال بهل ولا اي اختلاف؟ احنا بس بنضيف الكويستشن وورد قبل التكوين اللي كان عندك فوق ده. يعني ايه مش فاهم؟ يعني شايف دي؟ شايف السؤال بهل ده؟ حفظته اللي هو ايه؟ did والفاعل used to والمصدر. did والفاعل used to والمصدر. هو تحت كده بص ركز معايا. did اهي والفاعل وused to اهي والمصدر اهو. did والفاعل used to والمصدر هو اللي موجود فوق اهو. did والفاعل used to والمصدر هو. بس الاختلاف ان احنا هنحط الكويستشن وورد قبل did وشكرا كده الموضوع خلص. مش محتاج انت تحفظها. حفظت دي بقى حفظت دي كتكوين. طب تعالى كده نشوف نوعية السؤال. اهو انا عندي did وعندي هنا الفاعل اهي وعندي هنا used to اهي وبلاي الفعل فين؟ في المصدر. حلو قوي. بس هضيف what او when او who او where ايا يكن اداة الاستفهام عشان كل كلمة استفهام ببقى بسأل بيها عن حاجة معينة. يعني لو قلت لك what ببقى بسأل عن شيء، قلت لك where ببقى بسأل عن مكان، قلت لك when يبقى بسأل عن وقت. فكل حاجة فيهم ليها إجابة معينة. فأنا هنا بيقول لي what did you used to play when you were a child؟ هو أنت كنت معتاد إن أنت تلعب إيه لما كنت طفل؟ فهنا أنا عايز أعرف هو كان بيحب أو معتاد على لعب إيه؟ الكورة مثلا لما كان عيل صغير؟ ولا كان معتاد على لعب إيه بالظبط؟ فإيه دي اللي هي ما أو ماذا اللي هي what؟ بس كده. حلو؟ يبقى اقول ايه؟ اداه الاستفهام اللي هي وات. بعد كده هنقول did ويو اللي هي السبجكت زي ما انا قلت لك ويوز تو. طب ليه ما قلناش يوز يا مستر؟ ما انا خلاص بقى مش هنكررها كتير. ما انا قلت لك انت هنا عندك did وطالما عندك did يبقى لازم او didn't يبقى لازم تقول لي يوز تو مش يوزد تو. وبعد كده هتجيب لي هنا play اللي هي الفعل فين؟ في المصدر. another example. What did you used to watch when you were a child؟ هو انت كنت معتاد على مشاهدة ايه لما كنت طفل؟ قال لك اهو وات اداة الاستفهام برضو عندك دي ده اهي وبرضو الفاعل اللي هو يو اهي بعد كده يوز تو اهي
وبعد كده watch اللي هي ايه؟ الفعل في المصدر. حلو الكلام؟ يبقى نراجع كده مع بعضينا مراجعه سريعه. اول حاجه ازاي اكون جمله مثبته؟ subject used to والinfinitive. subject used to والinfinitive الفعل في المصدر. يلا عايز اقول انا اعتدت على السباحه، هقول ايه؟ انا يعني برافو عليك اعتدت على اللي هي ايه؟ used to. السباحه اللي هي ايه؟ او ان انا اسبح كفيرب swim. برافو عليك. يبقى I used to swim when I was a child. دي كده الجمله المثبته، فعل اللي هو I، عندك used to وعندك الفعل فين؟ في المصدر. طيب عايز يلا انفي، فهقول ايه؟ برضو هبتدي بالفاعل. عايز اقول مثلا بالعربي انا لم اعتاد على السباحه لما كنت صغير، ما اعتدتش ان انا العب سباحه لما كنت صغير، فهقول ايه؟ يلا انا يعني I، لما يعني didn't يبقى I didn't. اعتاد على هنقول used to ولا used to؟ برافو عليك used to، لان انا عندي didn't مش هينفع اقول used فهقول used to. يبقى I didn't used to ان انا اسبح ليه ايه؟ swim. برافو عليك. طيب كده اثبات ونفي. طب انا عايز اسال، قلت لك عندك كام نوع؟ نوعين، السؤال بهل والسؤال باداه استفهام. السؤال بهل اللي هو بيبدا بمين؟ بديد. برافو عليك. طيب ديد بيجي بعديها ايه؟ السبجكت الفاعل. طب عايز اقول هو انت كنت معتاد على السباحه؟ طب يلا كده ديد بعد كده هو يعني did he اعتاد على used to ولا used to؟ حد يقول لي used to. غلط، ما انت بادئ بديد، وانا قلت لك طالما شفت didn't او did يبقى تقول use ولا used to. يبقى did he used to swim when he was younger؟ هل هو اعتاد ان هو يسبح لما كان صغير؟ طيب حاجه تاني، السؤال بأداة استفهام، هو كان معتاد على ايه؟ هل هو كان معتاد ان هو يسبح لما كان صغير؟ يبقى اقول ايه؟ ما او ماذا لايه؟ وات. برافو عليك. وات قلنا بنجيب بعديها ايه؟ did. يبقى what did هو يعني ايه؟ what did he used to ولا used to؟ used to. يبقى what did he use to؟ ليه؟ لان انا عندي did. what did he used to يسبح؟ swim. طيب قصدي انا اسف، what did he used to play when he was a child؟ هو كان معتاد ان هو يلعب ايه لما كان صغير. تمام كده؟ طيب نيجي بقى عند نوت 1 اول ملاحظه. دي ملاحظه مهمه جدا، احنا عندنا بس ملاحظتين وبعد كده على طول هنبدا على الجرامرين بوينتس. تمام كده؟ دي هتلخص لك الدرس كله وبعد كده نخش على التدريبات. نوت 1 اول ملاحظه عندي حاجه اسمها there used to be. there used to ايه؟ be. حلو، يبقى انا عندي there يبقى اقول used to be، عندي there هقول used to be، عندي there هقول used to be، عندي there هقول used to be. معناها ايه يا مستر اللي انت عمال تحفظها لنا دي؟ معناها كان من المعتاد ان يوجد. كان من المعتاد ان ايه؟ ان يوجد. فهقول ايه؟ there used to be. يلا there used to be a cinema in our street, now it's a big restaurant. تاني there used to be اهي there، بعد كده ايه؟ used to be اهي. there used to be كان من المعتاد ان يوجد ايه؟ a cinema فين؟ في شارعنا in our street. امال دلوقتي ايه؟ ما انا قلت لك اي حاجه فيها used to في الماضي يبقى دلوقتي في حاجه عكسها تماما، في حاجه مختلفه. يبقى there used to be a cinema in our street، في دلوقتي سينما في شارعنا. now دلوقتي it's a big restaurant. خدت بالك لما قلت لك now اتقلبت على طول التنس اللي بعديها it is يعني present، لان احنا بنتكلم دلوقتي في المضارع، لكن الجمله اللي قبلها كانت فين؟ في الباست، في الماضي. تاني يبقى there used to be a cinema in our street, now it's a big restaurant. احفظ لي بس الدباجه دي، الفورم دي، التكوين ده. there used to be معناها ايه؟ كان من المعتاد ان يوجد. طيب لو انا عايز انفيها بقى هقول لم يكن من المعتاد ان يوجد. خلاص لم، احنا قلنا لم يعني ايه؟ يعني didn't. شكرا، الموضوع خلص. هي there used to be اهي، هي بس هنزود ايه؟ didn't عشان نقول ايه؟ لم. بس كده هننفيها. يبقى there didn't used to be لم يكن من المعتاد ان يوجد. طب تعالى كده نشوف مثال. There didn't used to be an airport in Aswan in 19,000. يعني
لم يكن من المعتاد ان يوجد مطار فين؟ في اسوان في 1900. كانش موجود في اسوان مطار في 1900، لكن دلوقتي في مطار. لكن زمان ما كانش فيه مطار، لكن دلوقتي فيه. حلو. يبقى there didn't use ايه to be. طبعا عندي didn't فما قلتش used، انا قلت ايه use. خلي بالك قوي، فوق انا هنا مفيش didn't اهي، قلت there used to be. لكن هنا طالما حطيت didn't يبقى اقول ايه used. دي قاعده ثابته. طيب تاني ملحوظه عندي بيقول لي لما نيجي نقارن ما بين اللي بنعمله دلوقتي بما نفعله الان، حلو كده، بنعمل ايه بقى؟ عند مقارنه بما نفعله الان نستخدم doesn't او don't لو عندي used to. نستخدم don't او doesn't لو عندي ايه؟ used to مثبته، ونستخدم do او does لو انا عندي used to بس منفيه فيها didn't. مش فاهم حاجه يا مستر، وضح لي واحده واحده. انا هقول لك، تعالى كده نشوف. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي I used، بيقول لي هنا ايه؟ I used to ride a bike but now I don't. انا هنا عندي ايه؟ I used to، صح كده؟ انا اعتدت ان انا اركب ايه؟ دراجه، بايك. but now I don't. انا هنا عندي ايه؟ used to. affirmative ولا نيجاتيف؟ مثبته يعني ولا منفيه؟ مثبته. يبقى انا هنا هعمل ايه؟ هنفي، صح؟ طيب ليه هنا ما اقولش doesn't وقلت don't؟ لان انا عندي ايه؟ I. انا هنا عندي ايه؟ I. فهقول don't ولا doesn't؟ don't. يبقى انا طالما عندي هنا used to مثبته يبقى هنفيها الناحيه الثانيه بدونت في المضارع. مش فاهم حاجه يا مستر، واحده واحده. انا بقول لك ان انا اعتدت ان انا اركب دراجه زمان، زمان اعتدت عليها، لكن دلوقتي ايه؟ لا، ما انا قلت لك بقى في الاول كان معتاد ان يفعل شيء في الماضي، لكن دلوقتي ما بيعملوش. ماشي. انت دلوقتي لما تيجي تقول لي دلوقتي لا، انت بتقول لي ايه؟ دلوقتي لا. فدلوقتي ده فين؟ في انهي زمن؟ في الماضي ولا في المضارع؟ في المضارع. طالما في المضارع يبقى طريقه النفي او زمن النفي اللي انا هنفي بيه ده هيبقى في الماضي ولا في المضارع؟ في المضارع. طب في الماضي انا كنت بنفي بديدنت، في المضارع هنفي بايه؟ بدونت او دازنت. حلو، ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. ما انا بقول لك اهو ناو احنا بقينا في المضارع، يبقى تنفي لي يا بدونت يا بدازنت. وطبعا عشان عندي اي فهقول ايه؟ دونت. لو كان عندي هي وشي وات كنت اقول ايه؟ دازنت. تعالى كده نشوف مثال تاني. he didn't used to be. he didn't used to have. اسف. المره دي هو قال لي used to بس منفيه، قال لي didn't used to. didn't ايه؟ used to. قلت لك لو هنا اثبات يبقى هنا نفي، لو هنا نفي يبقى هنا اثبات. تاني، لو هنا اثبات يبقى هنا نفي في المضارع. طب لو هنا نفي في الماضي يبقى هنا اثبات فين؟ في المضارع. تاني، لو هنا اثبات في الماضي يبقى نفي في المضارع. اكتب ورايا، اكتب كده، اكتب فوق used to اثبات في الماضي، يبقى هنا نفي في المضارع. هنا لو نفي في الماضي يبقى هنا اثبات في المضارع. كتبت؟ طيب he didn't used to have a car. زمان ما كانش معاه عربيه، لكن دلوقتي معاه، يمتلك. فهنا انا نفيت في الماضي ب didn't، يبقى هنا اثبات بقى، بس في الماضي ولا في المضارع؟ في المضارع. طيب يا مستر انا عندي do و does في الاثبات في المضارع، استخدم do ولا does؟ لا انا هستخدم does. طب ليه هستخدم does؟ عشان عندي ايه؟ he. لو عندي he او she اوقات بستخدم ايه؟ does او doesn't على حسب. طيب ما عدا بقى اذا كان الفعل بعد used to هو be، فساعتها بنستخدم اما واذا وار، لان انا عارف ان في منكم بيفكر بيقول ايه ده يا مستر ده؟ هو احنا فوق هنا نفينا في المضارع بدونت ودازنت، هو مفيش نفي في المضارع غير بدونت ودازنت، ايه ده؟ طب اشمعنى ما ننفيش بام او از او ار اللي هي ام نوت او ازنت او ارنت؟ ليه ما ننفيش بيهم في المضارع؟ هقول لك بقى. لو انت عندك used to كده بس فبتقول don't او doesn't. لو عندك didn't used to فبتقول يا do يا does. طب لو جاب لك used to زي كده، لو جاب لك used to زي كده وبعد كده عندك be، بعد كده لقيت ايه؟ be. طالما شفت be يبقى على طول الناحيه الثانيه تستخدم ام او از او ار او ام نوت او isn't او aren't. حلو كده؟ طيب I used to be poor now I'm not. حلو كده؟
انا كنت فقير دلوقتي لا. طيب معلش هو هنا قال لي used to poor ولا قال لي used to be poor؟ قال لي used to be poor. طالما انا عندي be يبقى الناحيه الثانيه هستخدم يا ام يا is يا ار. خلاص كده عشان ما نتعبش نفسنا بس. I used to be poor now am not. نفس القاعده بقى اللي قلناها فوق. لو انت هنا عندك اثبات used to يبقى هنا هتعمل ايه؟ تنفي. يبقى am ولا am not؟ am not. برافو عليك. على عكسها اللي تحتيها he didn't used to be fat. هنا انت عندك ايه؟ نفي. تمام مفيش مشاكل. يبقى هنا مستر بقى نجري ونحط do does. لا مفيش الكلام ده يا حبيبي، اتقل شويه. انت هنا عندك be. طالما انا شفت be مستر قال لي لو في be بعد used to يبقى الناحيه الثانيه يا am يا is يا are. وعلى حسب. يعني ايه على حسب؟ يعني انا عندي هنا نفي didn't يبقى الناحيه الثانيه يبقى ايه؟ اثبات. يبقى now he is ولا isn't؟ is. نيجي بقى عند الجرامر in points. grammar in points انا جايبه لك برضو حاجه جميله قوي 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 قوي، هتساعدك جدا جدا جدا. يعني الجزء ده زي ما انا كاتب لك كده هيساعدك على ان انت تحل سؤال الري رايت كويس جدا. وسؤال الري رايت ده يعتبر من ارخم الاسئله اللي ممكن تجي لك على الجرامر. واحده واحده كده مع بعضينا وهنتدرب عليها. ركز معايا. بيقول لي I always played the guitar when I was 13. أنا دايما كنت بلعب جيتار لما كان عندي 13 سنة. وعايزني أعيد صياغة الجملة باستخدام used to. مفيش مشاكل. إيه المشكلة يعني؟ هو قال لي إيه؟ I always played. ده past simple. إحنا هنا بنستخدم used to بدل الإيه؟ الباست simple. برافو عليك. بس كده الموضوع خلص. يبقى يلا. بدل ما اقول له I always played the guitar انا كنت دايما بلعب جيتار. طب ما انا ممكن اقول له انا اعتدت على لعب الجيتار. صح؟ هي. طب يلا انا يعني بعد كده ايه؟ used to. ماشي used to اهي. حلو كده. اسف. used to معناها كان معتاد ان هو يعمل حاجات يبقى هنشطب بدلها ايه؟ always. حلو. بعد كده انا عندي played دي فين؟ في الباست. طب انا قلت لك used to هيجي بعديها المصدر ولا هيجي بعديها تصريف تاني؟ مصدر. يبقى اقول I used to play ولا played؟ play. يبقى انا عندي اهو فاعل used to الفعل فين؟ في المصدر. وباقي الجمله زي ما هي اهو. I used to play the guitar when I was 13. باقي الجمله زي ما هي. كل اللي عملناه ان احنا حطينا used to بدل always وplayed حولناها للفعل فين؟ في المصدر. طيب تعالى كده هنا. طبعا انا شارح لك هنا كل سؤال اتحل ازاي بالتفصيل. He used to drive his car to work. هو اعتاد ان هو يسوق عربيته للشغل. عايزني انفي. مفيش مشكله. هو لم يعتاد على سواقه عربيته او ان هو يعني يسوق يروح شغله بالعربيه يعني. تمام كده ماشي مفيش مشكله. He used to هتبقى ايه؟ He didn't used to. بس كده. مش انا قلت لك لما بنيجي ننفي بنحط didn't؟ بس كده خلاص. يبقى هي خلاص اهي didn't used ولا used to. لان انا قلت لك طالما عندي didn't يبقى اقول used to. بص انا باكد عليها كم مره اوعى تغلط فيها. he didn't use to والفعل فين؟ في المصدر drive اهو. يبقى هي نفس الجمله دي بس هنيجي هنا كده بعد بعد الفعل ونقول ايه؟ he didn't. وبدل used to هتبقى used to لان انا هعمل ايه؟ هستخدم didn't. فلازم ارجع بدل used تبقى used to. يبقى احنا كده استخدمنا not اهي في didn't اهي. did not اللي هي didn't اهو استخدمنا لنا not اللي هو عايزها. she used to live in Luxor. هو كان عايش فين؟ في الأقصر. عايز اقول هو اعتاد ان هو يعيش فين؟ عايز اسال بمين؟ بوير. يبقى هنبدا بوير. يلا نرجع كده فوق لتكوين السؤال بهل. تكوين قصدي السؤال بأداة استفهام اهي. أداة الاستفهام يتبعها did يتبعها الفاعل ثم used to والفعل فين؟ في المصدر. طيب يبقى انا عندي بعد وير المفروض اجيب مين؟ did. بعد كده اقول مين؟ الفاعل. بعد كده used to والفعل في المصدر. ماشي ايه المشكله؟ اهو جبنا وير اللي هي أداة الاستفهام. بعد كده جبنا مين؟ did.
بعد كده الفعل نرجع للجمله الاساسيه ندور عليه. she used to live. مين اللي اعتادت؟ هي she اهي. where did she. بعد كده قلت لك هتضيف مين؟ used to اهي. وبعد كده الفعل فين؟ في المصدر من الجمله الاساسيه live، يبقى هنا live. يبقى where did she used to live، هي اعتادت ان هي تعيش فين؟ فالاجابه هتبقى فين؟ في الاقصر. بعد كده عندي no he didn't used to travel alone. لا هو لم يعتاد على السفر بمفرده. عايز نسأل بديد. did دي معناها بهل. هل يعني انا عايزني يعني دي اجابه على سؤال كان اصله هل. لا هو ما اعتادش على السفر بمفرده، يبقى انا عايز اسال اقول ايه؟ هل هو اعتاد على السفر بمفرده؟ هل يعني ايه؟ did هبدا بيها. هل هو يعني ايه؟ هي فاعل اهو. did he. هل هو؟ يبقى did he. اعتاد على ماشي اللي هي used to. لا خلي بالك انت عندك did يبقى ما تقولش used، قول used to. يبقى did he use to والفعل فين؟ في المصدر travel alone. هل هو اعتاد على السفر بمفرده؟ نبيل isn't using the mobile phone anymore. نبيل ما خلي بالك من isn't دي معناها ان هو بيكلمك دلوقتي في المضارع. نبيل دلوقتي ما بيستخدمش الموبايل اطلاقا، وعايزنا استخدم used to. طب نبيل دلوقتي ما بيستخدمش الموبايل، ده معناه ان زمان ايه؟ العكس، معناه ان زمان كان معتاد على استخدام الموبايل. يبقى انا عايز used to، يبقى اقول ايه؟ نبيل اللي هو الفاعل، بعد كده used to اعتاد على استخدام اهو. اعتاد على ان هو ايه؟ used to use. اعتاد على ايه؟ استخدام. طبعا use الفعل فين؟ في المصدر. ده موبايل فون. حد هنا يجي يتلخبط يقول يعني ايه يا مستر used to use؟ في حاجه اسمها used to use لان used to هنا مش معناها يستخدم. used to هنا معناها اعتاد على، ويوز هنا الفعل في المصدر دي معناها ايه؟ يستخدم. فهنا دي used to دي كده ليها معنى مختلف خالص، معناها ايه؟ اعتاد على. يبقى نبيل اعتاد على استخدام الموبايل ده زمان، لكن دلوقتي ايه؟ isn't. هو معتمد على ان انت تفهم وتعرف تترجم صح بالعربي وتحول من العربي الانجليزي، هتعرف تحلها على طول طبعا، وتحفظ القواعد اللي انا قلت لك عليها فوق. طيب نيجي هنا برضو عند الجدول ده هيمرنك على الكوريكت ذا ميستيك. السؤال بتاع كوريكت ذا ميستيك اللي هو كوريكشن نوتس عباره عن ايه؟ بيجيب لك جمله زي كده، بيقول لك مثلا I نقط وحاطط لك use between two brackets to play in the park when I was a child. انا كنت معتاد ان انا ايه؟ العب في الحديقه لما كنت طفل. طيب من الاخر كده هو اللي between brackets ده اللي ما بين القوسين ده هو ده اللي هنعدله، هو ده اللي فيه الغلطه، هو ده اللي احنا محتاجين نجيب بديل ليه الصح. يعني ده غلط. ماشي. انا حاجه to play in the park when I was a child. انا حاجه العب لما، طب ماشي محتاجه حاجه، بدل ما هنقول use هنقول ايه؟ used. ايه ده مستر احنا ما قلناش ليه used to؟ حبيبي ركز، انت عندك هنا to بعد النقط اهي، فلو كتبت لي هنا used to هتبقى used to فساعتها تحسب لك غلط. فركز قوي، انت عندك هنا to موجوده فمش محتاج ان انت تقول used to، هتقول used ايه بس. I used to play، يعني من الاخر كده use دي هتتشطب خالص وهنحط بدلها ايه؟ used. هنا بعديها you used to watch cartoons when you were younger. طيب يبقى عايز اقول هل هو كان معتاد على ان هو يتفرج على كرتون لما كان صغير؟ لان انا عندي وير هنا في الماضي، يبقى انا بسال في الماضي. لما اكون عندي او وير يبقى ماضي. بسال في الماضي بسال بايه؟ بديد. مش احنا قلنا used to بنسال بديد صح؟ طيب يبقى دو ولا ديد؟ طيب هو حاجه to drink tea وعايزني انفي. طيب عايزني اهو not used دي معناها ان انا انفي باستخدام used to. ماشي. يبقى هو حاجه يشرب شاي، عايز اقول هو لم يعتاد على شرب الشاي عشان ننفي، هو عايز ننفي. طيب يبقى هي ايه؟ didn't. مش انا قلت لك بتنفي didn't؟ طيب بعديها بقى هتقول didn't ايه؟ didn't use to ولا didn't use بس؟ لا خلي بالك ان انت عندك برضو هنا to بعد النقط، فهتقول didn't use بس. طيب my father didn't used to work in the bank when he space younger. ماشي. والدي لم يعتاد ان هو يشتغل في البنك لما كان صغير. بغض النظر دلوقتي بيشتغل ولا لا، هو عايز نعمل ايه؟ طيب هو عايز اقول لما كان صغير. كان يعني ايه كان اصلا؟ was، مش محتاجه حاجه.
بعد هي او شي او ات was. بعد you او we او they واي بعد I وهي وشي وات was. I he she it was. I he she it was. لكن بعد you we وthey بنحط ايه؟ where. بنحط مين؟ where. اهو انا عندك هنا you جاب بعديها مين؟ where. عندك I وهي وشي وات بنجيب بعديها مين؟ was. طيب. Did Ali used to space encouraged by his family؟ هل علي كان معتاد ان هو يتشجع بواسطة عائلته لما كان صغير؟ طيب واحدة واحدة بقى. Did علي used to being ولا be؟ لا انا عندي used to. مستر قال لي used to بيجي بعدها الفعل في المصدر. من being يبقى ايه؟ be. ده الفعل في المصدر. طيب اهو بعد used to بيجي الفعل فين؟ في المصدر. يلا بينا بقى نيجي عند جزء الحل. هنا طبعا اول سؤال عندي تشوز. طبعا اللي تشوز هو مش هيجي لك في الامتحان، بس ده كان نوع من انواع التدريب اللي هيثبت معاك الرول القاعده في المذاكره. تمام. وما تقلقش انا جايب لك الاسئله دي كلها من معاصر وجيم، دمج لك ما بينهم احسن اسئله من هنا على احسن اسئله من هنا، ونفس النظام في الشرح، احسن شرح من هنا على هنا، وجايبهم لك في الملزمه بتنسيق حلو قوي عشان تعرف تذاكر والدنيا تبقى بسيطه في الشرح. هتلاقيني بحط لك الملزمه في الديسكريبشن تحت كل يونت، بنزلها لك تحاول تطبعها عشان تذاكر ورايا. اول سؤال بيقول she used to fat but now she is thin. واحده واحده. مستر قال لي الناحيه الثانيه لو عندي is يبقى هنا بعد used to لازم نقول ايه؟ be. طالما انا عندي هنا is دي كانت رول فوق مش فاكرها اطلع ذاكرها. Soha's mother space to be a teacher but now she is a housewife. Soha's mother والدة سهى حاجة إن هي مدرسة في الماضي، لكن دلوقتي now في المضارع هي ربة منزل housewife. يبقى والدة سهى كانت شغالة مدرسة لكن دلوقتي إيه؟ ربة منزل. اعتادت على يعني إيه؟ used to. إذا مفيش used to ما أنت تركز، ما أنت عندك هنا to بعد السبيس بعد النقط، يبقى انا عايز used بس. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي دينا space used to get up early but now she does. دلوقتي هي بتصحى متاخر، دلوقتي هي بتصحى بدري، لكن زمان ما كانتش بتصحى بدري. ما كانتش. نفي عايز انفي يبقى ايه؟ didn't used to get up early. They space have a lot of money. هم حاجه فلوس كتير لكن دلوقتي فقراء. يبقى زمان كان معاهم فلوس كتير لكن دلوقتي فقراء. يبقى they ايه؟ used بس ولا used to؟ ما انت ما عندكش هنا to يبقى تقول used to have. نيجي بقى عند الاسئله اللي هتجيلك بقى في الامتحان. ركز قوي. انا قلت لك ان نوعيه الاسئله دي طبعا انت عندك هنا مثلا ايه؟ في الكوريكت عندك 16 سؤال، وعندك هنا في الري رايت عندك 10 اسئله. حلو؟ انا هحل معاك مثلا هنا 8 من الكوريكت، واحل معاك من الري رايت تحت 5 اسئله، وهسيب لك الباقي تحلهم لي. تمام؟ وتكتب لي الانسرز فين؟ في الكومنتس، وانا هرد عليك واصححها لك. انا هرد عليك واصححها لك، انا معايا ناس هترد عليك وتصححها لك. اي كومنت هيترد عليه ما تقلقش. تمام؟ اول سؤال عندنا هنا بيقول ايه؟ انا قلت لك احنا بنعمل ايه؟ بنعدل الكلمه اللي بتوين براكتس اللي ما بين الاقواس. انا بقول I space to play in the park when I was a child. انا حاجه العب في الحديقه لما كنت طفل. وهنا use هي تبقى use ولا used؟ احنا بنتكلم في الباس في الماضي، يبقى هتبقى ايه؟ هتبقى used to. لا في غلطه هنا، برافو عليك. هنا انت عندك في to بعد النقط، يبقى هتكتب used بس. نخلي بالنا قوي قوي بقى. انا كنت قاصد ان انا اعمل لك الغلطه دي عشان تخلي بالك من بعد النقط. لو انا هنا عندي to يبقى هكتب used بس. خلاص كده؟ مفيش to يبقى هكتب used to. حلو؟ طيب تاني سؤال بيقول لي my father didn't space to work in the bank. والدي لم يعتاد ان هو يشتغل في البنك. مفيش مشكله. ايه المشكله؟ my father didn't. وعايز نحط used to. طيب انا عندي هنا to يبقى احط used. ايه ده مستر؟ طب ما هو هنا جايب لك used. ما هو عشان used غلط. ما عشان ايه؟ used غلط. هو عايز الصح. طب ازاي used غلط؟ لان انا هنا عندي didn't، وانا قلت لك بعد didn't بنقول use ولا used؟ لا use. يبقى هنا هتبقى my father didn't use، وانا عندي to بعد النقطه.
بعد كده we used to space to Alexandria every summer. احنا اعتدنا ان احنا نروح اسكندريه كل صيف. مفيش مشكله يا عم، روح براحتك. يبقى احنا اعتدنا على we used to. going ولا go طبعا احنا عايزين فعل في المصدر بقى، يبقى مش هتبقى going، هتبقى ايه؟ go. خلاص. he spaced to drink tea. طيب وهنا عايز not دي معناها ان انا انفي مع used to. طيب عايز اقول هو لم يعتد على شرب الشاي. لم معناها ايه؟ didn't. نفي في الماضي مع used to didn't، ودidn't بيجي بعديها used to ولا used to؟ يبقى الاجابه هنا هتكون ايه؟ الاجابه هنا هتكون ايه؟ didn't use to. خلاص كده. يبقى he didn't ايه؟ use to. برضه انا عندي هنا ايه بعد النقط؟ to. يبقى على طول اجري وامسح to ونكتب didn't use بس، لان انا عندي هنا ايه؟ to بعد النقط. نركز قوي على to دي. My brother spaced to play football every weekend. اخويا حاجه ان هو يلعب كوره كل ويك طيب عايز اقول اخويا اعتاد، يبقى بدل يوز هتبقى ايه؟ خلاص بقى حفظنا. بدل يوز هتبقى used. بدل يوز هتبقى used. يبقى my brother used to play football every weekend. هسيب لك الخمسه، لا هحل معاك لغايه 8. There is space a park here but now it's gone. خلي بالك ان هنا جايب لك مكان. تمام كده؟ يبقى هو عايز القاعده اللي هي كانت بتاعت كان من المعتاد ان يوجد. نرجع لها افكرك بيها كده عشان دي قاعده مهمه جدا. كان من المعتاد ان يوجد هي فين؟ اهي في نوت 1. قلت لك احفظها. كان من المعتاد ان يوجد اللي هي ايه؟ there used to be. there used to be والنفي بتاعها there didn't used to be. خلاص. هو هنا قال لك سينما، هنا قال لك ايربورت مكان. هنا تحت في السؤال بقى قال لك ايه؟ هنا تحت في السؤال قال لك a park. حلو كده؟ حلو. يبقى there ايه؟ there used to be. there used to ايه؟ there used to be a park here but now it's gone. كان من المعتاد ان يوجد حديقه هنا لكن دلوقتي ما بقتش موجوده. ماشي. space you used to visit ancient sites. وبيقول لي where. طبعا where برضو هتبقى غلط. ليه؟ انا عندي هنا used to. يبقى هو هنا استخدم ايه؟ did. برافو عليك. يبقى قال لك did you use to visit. هل انت اعتدت على زيارة الاماكن الاثرية القديمة؟ تمام كده؟ يبقى did you use to visit ancient sites. حلو. he space. طبعا هنا السؤال بهل في الماضي did زي ما قلت لك. he space doesn't used to be rude. هو لم يعتاد ان هو يكون rude يعني سيء يعني. تمام. طيب يبقى he doesn't ولا he didn't؟ he didn't. برافو عليك. احنا بننفي في الماضي يبقى he didn't. تمام. طيب كده عندك الباقي دول homework. نيجي للري رايت. بيقول لي he used to ride his bike to school وعايز not. he used to ride his bike to school وعايز ايه؟ not. طيب واحدة واحدة بقى. طالما عايز not يبقى هو عايزني انفي. ماشي. he used to ride his bike to school. انا عايز انفي. هو كان معتاد ان هو يروح مدرسته بالعجلة. عايز اقول هو لم يكن معتاد على الذهاب للمدرسة بالعجلة. هو يعني هي نفس الجملة دي بالظبط اللي فوق هننقلها هي تحت، بس هننفي النفي في الباست بايه؟ بديدنت. برافو عليك. يبقى هنقول هي didn't. بعد كده used to هنخليها used to برضو ولا used to؟ لا used to لان انا عندي didn't، فهنقول he didn't use to. بعد كده تكملة الجملة عادي جدا. he didn't use to ride his bike to school. كل اللي عملناه ان احنا نفينا. بنحول من جمله مثبته اللي هي فاعل used to والمصدر لجمله منفيه اللي هي فاعل didn't use to والفعل فين؟ في المصدر اللي هو ride. حلو كده؟ بس انت اهم حاجه تحفظ التكوين اللي فوق، هتعرف تحل الري رايت ده بمنتهى السهوله. يعني مثلا على سبيل المثال هو عايز هنا وير. طيب هي وير دي انهي تكوين؟ وير دي
تكوين السؤال بأداة الاستفهام اللي احنا شرحناها فوق. يبقى تحفظ تكوين السؤال بأداة الاستفهام كان بيبقى عبارة عن ايه؟ أول حاجة المستر قال لي بنبدأ بأداة الاستفهام اللي هي وير اللي هو مديها لنا. بعد كده المستر قال لي هتجيب بعد وير هتجيب ديد زي ما انت حافظ رص كده، يبقى وير ديد. بعد كده مستر قال لي هتجيب الفاعل. طب نرجع للفاعل في الجملة. شي يوزد تو ليف ان الأقصر، هي اعتادت ان هي تعيش في الأقصر. حلو، يبقى فين الفاعل؟ شي، هننزله هنا لان المستر قال لي اداه استفهام بعد كده ديد بعد كده الفاعل، يبقى وير ديد شي. بعد كده بعد شي بعد الفاعل مستر قال لي هتجيب يوز تو. طب ليه يوز تو؟ لان انت عندك هنا ديد، يبقى وير ديد شي يوز تو. وبعد كده الفعل في المصدر اللي هو ايه من الجمله live، يبقى where did she use to live وكويستشن مارك. هي كانت معتاده ان هي تعيش فين؟ في الأقصر. طبعا مش هتكتب لها الإجابة لأن أنت أصلا بتسأل عن الإجابة، مش هتكتب لها الإجابة تاني في الجملة. طيب No he didn't used to travel alone. وعايز إيه؟ هنا عايز did. يبقى هو عايز السؤال بهل. تكوين السؤال بهل كان بيبقى عبارة عن إيه؟ مستر قال لي كان بيبقى عبارة عن did ثم الفاعل ثم used to ثم الفعل في المصدر. ماشي، يبقى أول حاجة نشوف الجملة نقراها. بيقول لي no he didn't used to travel alone. لا هو لم يعتاد على السفر بمفرده. يبقى هل هو كان معتاد على السفر بمفرده؟ طيب يبقى هنبدأ بمين؟ بديد. ديد ثم الفاعل. فين الفاعل؟ هي، يبقى ديد هي. بعد كده used to اهي لان انا عندي ديد، يبقى did he used to. did he used to والفعل في المصدر اللي هو مين؟ travel. برافو عليك. did he used to travel alone. هل هو كان معتاد ان هو يسافر بمفرده؟ او لا. يا yes he did يا no he didn't. طيب بعد كده رقم 4 رشوان trained hard when he was a player. رشوان اتدرب كويس لما كان لعيب. عايز used، يبقى هو عايز جملة affirmative خبرية عادية جدا. طيب المستر قال هتبدأ بالفاعل. فين الفاعل؟ رشوان. ماشي، نبتدي بالفاعل اللي هو رشوان. بعد كده المستر قال لي فاعل used to المصدر بس كده. فاعل اللي هو رشوان. بعد كده ايه؟ used to. ماشي، هننزل used to. ماشي، رشوان used to ايه؟ الفعل في المصدر. فين الفعل في الجمله الاساسيه؟ ندور عليه. تريند. بس تريند ده فين؟ في الماضي، وانا بقول لك ان احنا عايزين فين؟ في المصدر. يبقى نرجع تريند للفعل في المصدر تبقى ايه؟ ترين بس. يبقى رشوان used to train. رشوان used to ايه؟ train when he was a player. بقيه الجمله دي هتنزل زي ما هي. اخر سؤال عندنا بيقول she visited الأقصر when she was young. هي زارت الأقصر لما كانت صغيرة. يبقى هي كانت معتادة على زيارة الأقصر لما كانت صغيرة. طيب عايز used. عايز نعيد صياغة الجملة بيوزد. يبقى هو عايز جملة خبرية مثبتة عادية جدا برضه. يبقى هنبدأ برضه زي اللي فوقيها، هنبدأ بالفاعل ثم used to ثم الفعل في المصدر. الفعل اللي في الجملة اللي هو she، يبقى هنقول she. بعد كده used ايه؟ used to. هنقول used to، يبقى she used to. والفعل في المصدر من visited هيبقى visit. حلو، يبقى she used to visit. اعتادت على زيارة ايه؟ بقية الجملة بقى عادي، اعتادت على زيارة الأقصر لما كانت صغيرة في السن. عايزك تحل باقي الأسئلة وتسيب لي الانسرز الإجابات بتاعتك في الكومنتس تحت وانا اصححها لك. حلو، وما تنساش طبعا تعمل فولو للتشانل او سبسكرايب وات ايفر. لو الحصه عجبتك فانت ممكن تبعتها لاصحابك. احنا ان شاء الله هنشرح الجرامر الترم الثاني كله ثالثه اعدادي. كل اسبوع هنزل لكم شرح ليونت كامل، شرح جرامر يونت كامل زي ما احنا كده بنعمل. هجمع لك احسن شرح مع ميكس تدريبات معاصر وجيم زي ما انا قلت لكم، وهشرحها واحل معاكم، وهسيب لكم برضو الملزمه في الديسكريبشن عشان تقدروا ان انتوا تذاكروا وتحلوا عليها. تمام كده؟ اشوفكم الحصه اللي جايه. كان معاكم مستر ابانوب. باي.